السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناه انفال. واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير ان شاء الله يا رب. انني في نعمه والحمد لله، والله يدومها علينا وعليكم. نتمنى كالعاده هذا الفيديو مدخل عليكم بقاكم بالف خير والف هناء. نتمنى كامل المتتبعين والمتتبعات المشتركين والمشتركات يكونوا بصحه وهناء، واللي دخلوا معنا جديد نقول لهم مرحبا بكم في القناه. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله غير المفيد مع الوصفات الاقتصاديه لام انفال، وصفات للزواليه. اكيد هذه الوصفات يديرهم اللي عنده واللي ما عندوش، وحنا دائما نروحوا للطبقه اللي حنا رانا منها. تخمي من ديري حبيبه حلوه، شا عندي شا ما عنديش، انا ما عنديش باش ندير، سهلت عليكم الامور. المهم هذه الحلوه شوفوا المنظر تاعها شهي، حلوة أكثر من رائعة، دوب ذوبان في الفم. تنجمي ديريها في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، تشربي بها قهوة العشية، يجوا ضياف يكونوا جايينك. المهم البنات نبداو على بركة الله، أكيد ما نطولش عليكم، سمحوا لي إلا راني نطول عليكم. البنات ملعقتين مارغرين، ملعقتين أكل، 125 غرام مارغرين درجة حرارة الغرفة، يعني ما يعادل ملعقتين. عندي ديك الرشه تاع الملح اللي شفتوني درتها، اكيد اللي ما نستغناش عنها، على خاطر ديك الرشه تاع الملح عندها دور كبير البنات، هي اللي تعدل ذوق الحلوى نتاعنا. عندنا ملعقتين سكر ناعم ممسوحه، ما تعمروهاش بزاف البنات، هنا ما نبغوش الحلوى تاعنا تجي حلوه. ملعقتين سكر ناعم، اكيد راني نسيح فيهم هكا قدامكم. ملعقتين سكر ناعم، رشة ملح، 125 غرام مارغرين درجة حرارة الغرفة، راني نسيح فيهم. ومن بعد نروح نكملوا المكونات ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله برك ما نكونش ثقيله عليكم، وان شاء الله يكون فيديوهاتي يعجبوكم. وهذه هي الوصفه تاعنا، وصفه اقتصاديه راقيه. نزيدوا عليها الحبه تاع البيض البنات، ونخلط المكونات اكيد بالضراب الكهربائي حتى اللي نحسوا باللي هذيك المكونات راهي انسجمت بهذه الطريقه. دوكا عندي البنات 4 مغارف زيت مملوئين تاع اكل، 4 ملاعق زيت دخلتهم بالتدريج مع الخلط المستمر. 4 ملاعق اكل زيت مملوءه البنات نتاع اكل، دخلتهم البنات كيما شفتوني مع الخلط المستمر. لازم تخلطوا البنات هذا الحلوى نتاعكم حتى يولي الخليط كريمي بهذه الطريقه. ان شاء الله يكون. اليوم بدلت لكم في الحطه تاع البورطابل، قلت باش تولوا تشوفوا غايه، بالك ما كنتوش تشوفوا مليح. هنا عندي حوالي 6 ملاعق نتاع جلجلان محمص، 6 ملاعق نتاع جلجلان محمص، حوالي ملعقتين نتاع حلوة الترك، حوالي ملعقتين نتاع حلوة الترك. وتجيبوا البنات حلوة الترك اللي نستعملوها في الحلويات، كاين اللي يجي حلوة الترك ما تجيش شابه، تجي عاصيه. هذه حلوة الترك قولوا لي نستعملوها في الحلويات. هذه هي البنات. هنايا عندي وحده غوفريط، وحده غوفريط راني نهرمش فيه برك البنات، مانيش مرابياته ولا راني درته قدامكم. نخلط المكونات بهذه الطريقه. نعاود ناكد البنات، حوالي 5 حتى 6 ملاعق جلجلان محمر، حوالي ملعقتين اكل نتاع حلوة الترك، وايضا وحده غوفريط راني مهرمشتها. ان شاء الله يا ربي نكون نعطيكم في المقادير وتكونوا فاهميني. يا البنات هنا راني ندخل فيهم فقط بالملعقه. دروك البنات نروح نديروا الفارينه، كميه من الفارينه، ونديروا على راس المغرف تاع قهوه لاتاي خماره الحلوى ما يعادل 3 غرام. راني نوريكم البنات 3 غرام، ما تزيدوش البنات في هذا الحلوى، ما تستحقش الخماره بزاف. غادي نكمل اللم كامل العجينه تاعي بالفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. هاي لكم هنا البنات. في هذه الاثناء سمحوا لي، انا كي نكون ندير في مونتاج نعطش. هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها عجينه طريه مثل عجينه الصابلي. هنا في الاثناء البنات روحت درت الفور تاعي يحمى على 180 درجه، وجبت مول تاع السيليكون اللي سهل عليا العمليه بلا ما نشكل ما والو. ديري كويرات وتضغطي عليهم في مول السيليكون، حوالي 30 غرام هنا في الكويره. ما نجيبش نعطيكم الحجم البنات، كل وحده والمول تاعها قداش الحجم نتاعه ياك البنات. المهم نعاود ناكد 125 غرام مارغرين درجه حراره الغرفه، ملعقتين سكر ناعم، حبه بيض، رشه ملح،
لافاني، وايضا درت 4 ملاعق زيت، ودرت البنات جلجلان حوالي 5 حتى 6 ملاعق، ودرت لكم كميه من حلوه الشام حوالي ملعقتين، ودرت البنات الفرينه ووحده قفريط ما ننساهاش البنات اللي عطات البنه على البنه لهذه الحلوه تاعنا، ودرت الفرينه كما قلت لكم البنات، وعلى راس المغرف خماره حلوه عفوا ما يعادل 3 غرام. هذه هي البنات. في هذه الاثناء البنات قلت لكم راني دايره الفول تاعي يحمى. شوفوا درت هذاك المول اللي فيه 12 حبه ومازالت لي هاد الكميه اللي غادي ندير لكم بها واحد الشكل اخر، بصح ما طيقش ندير فيه هذا الفيديو على خاطر البورطابل ما يرفدليش في المونتاج كامل هذا الفيديو. درت لكم بصح غادي نعاود لكم فيديو اخر ان شاء الله. البنات غادي نجيب سنيوه وندخل الحلوه تاعي طيب ونروحوا نكملوا الحلوه مع بعض. هنا درت عليها ورقه طاهيه ونقلب هذاك المول تاعي تاع السيليكون في السنيوه. لازم طيبوها بهذه الطريقه هكا باش الحلوه تاعكم ما تنتفخ لكمش والشكل تاعها يفسد. هنا قلت لكم راني نقول لكم في هذاك المونتاج البنات غادي نعاود لكم وصفه واحده اخرى بنفس العجينه مي تجي اكثر من رائعه. ها راهي البنات الحلوه تاعي بعد ما طابت شوفوا تقلعوا هذاك المول بكل سهوله ما يلصق ما والو، بصح عطوها وقتها في الطياب. دائما انفل تقول لكم طيبوا حلوتكم مليح ما تخلوهاش خضره. ما نبغيش الحلوه خضره والله، ما نبغيش داك الكوت تاع الخضوريه في الحلوه، نبغي الحلوه تاعي طايبه بيان. هاي ليكم شوفوا البنات حتى اللي تحسوا بها بدات تحمر معليش غادي كي نديروها في المعجون تولي تذوب في الفم. هذه هي الحلوه تاعنا. شوفوا البنات طابت الشكل تاعها ما تغيرش، جات خفيفه ريشه ما نحكي لكمش. جبت كميه من المعجون البنات بدون اضافه ما زدتلاش ولا حاجه. هنا عندي كميه من الكاوكاو محمص ومرحي بقشوره، وعندي قابسه تاع قفريط هرمجتها تاني باش تعطيني هذاك الكو شباب في الحلوه تاعنا. هنا البنات القفريطه تاعكم ديروه في الكونجيلاتور من قبل هكاك بقابسته واحد نص ساعه ولا باش تقلعوه وتهرمشوه هكا باش هذيك لاكريم ما تخسر لكمش الحلوه نتاعكم. دائما هذه نعطيها لكم كما يقول لك كاضافه. المهم هنا راني نرمد في الحلوه تاعي بعد ما دخلتها في خلوها تبرد البنات تبرد تماما باش عاد تروحوا تقلاصيو الحلوه تاعكم في المعجون وترمدوها في اي حاجه تبغوها، في الكاوكاو في الجلجلان في حلوه عفوا ماشي حلوه الترك في نوات كوكو. لكم الاختيار. هنايا درت لها كميه من المعجون من الفوق. اكيد هنا نورمالمون ما نديروش ديريكت هكا من المعجون اللي نغطسوا فيه، لازم ديريه فوق الغاز وديري معاه شويه تاع عسل كي يرفد لك هذيك الغليه الاولى. هذا اللي ديكوري به من الفوق باش من بعد ما يسيحلكش. معليش البنات انا يعني عطيت لكم غير باش تشوفوا وانتم من بعد ديروا كيما راني نقول. هذه هي حلوه تاعنا تاع نهار اليوم البنات عفوا حلوه انفل، حلوه اقتصاديه حلوه راقيه. ولو كان ديروها لي كيسات شابين وديروا لها هذوك الفينه وديروها في طباسه شابين الله الله غدوه في العيد ولا يجوك ضياف ولا عندك مناسبه ولا حلوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تذوب ذوبان في الفم. عندها جو سبيسيال البنات، الجو تاعها يقعد يتبدل كما يقول لك نهار على نهار، الجو تاعها يقعد يتبدل على خاطر رانا دايرين فيها بزاف مكونات وهاد المكونات اقتصاديه. وحده قفريت تاع 1000 تما راني شاريه معكم 4000 حلوه الشام كميه من الجلجلان. هذا مكان بصح البنه والله يا البنات ما نحكي لكمش. المهم البنات ما كثرش عليكم حلوه انا حليتها دروك قدامكم البنات للامانه، معناتها كنت انا دائما نقول لكم حلوتي خلوها الغدوه باش تحلوهاش تمتم، خلوها الغدوه تحشمونيش. المهم البنات الغدوه من داك راح تولي حلوه تذوب ذوبان في الفم. هذه انا بغيت نتمسخر معكم البنات، حلوه اقتصاديه حلوه راقيه. ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وباي باي.